فوز بانتصار فريق انوبيس بقياده الكابتن محمد عبد الوهاب. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك، ايه عامل الاخبار؟ ايه؟ الحمد لله كله كله زي تمام. الفل يا كابتن. الحمد لله. بص يا كابتن، انا عايزك بس قبل ما نتكلم في اي تفاصيل تقول لي ايه رايك في الاجواء بتاعت الماتش؟ بص بصراحه انا لعبت في اكتر من جروب. في الجروبات بتاعت الهواة حوالي 3 او 4 جروبات وكده. بصراحه ما لقيتش اجواء تنافسيه واجواء قويه واجواء شرسه زي اللي موجوده هنا في المحترفين. بصراحه يعني الواحد كان بيروح في جروبات تانية ممكن بالفرقه دي بنكسب مثلا 6 و7 و8 وارقام كده كبيره. عايز اقول لك ان اول ماتش جيت لعبته هنا لعبت ضد كابتن علوان الراجل المحترم، كسبني 5-0. اول ماتش كانت صدمه بالنسبه لنا. اول ما نزلنا لو ايه ده، ايه المستويات دي. تاني ماتش لعبنا مع بعض برضو مع كابتن علوان اتعادلنا 5-5. من ساعتها احنا ما خرجناش من الجروب، ما بنلعبش في اي جروب تاني بره. عرفنا ان هنا في منافسات كويسه ومنافسات شرسه. بعد كده بدانا بقى نلعب ضد الجونه، نلعب ضد بتروجيت، نلعب ضد فالكونز، فرق محترمه، فرق قويه جدا. دجله فرقه كويسه جدا، يعني في اكتر مش عايز انسى حد بصراحه، بس يعني فرق كويسه. كل ماتش بتروحه وبتبص تلاقي الملعب فيه 6 7 لعيبه 8 لعيبه مميزين قوي، فتضطر تقف بقى وتعمل حساباتك وتمسك مين وتلعب ازاي وخطتك تبقى عامله ازاي، لان الموضوع مش سهل. يعني الموضوع مش ماشي بعشوائيه، كل فرقه بتيجي منظمه نفسها ومحضره نفسها. بصراحه اجواء مش محتاجه الواحد يتكلم عنها يعني. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم معاك فيها، كان اول مشاركه ليك هنا او اول سيزون، كانت انا الصراحه يعني كانت فرقه لسه بتتكون، او مثلا كانوا مش اقصى حاجه او اقوى حاجه. ممكن تقول لي وصلت من المرحله ان الفرقه مش قويه او الناس عارفه ان هي جايه تكسب الماتش للمستوى اللي انا بوصل فيه لثلاث نهائيات على التوالي؟ ممكن تقول لنا وصلنا للمستوى ده ازاي؟ بس انا هقول لك، احنا واحنا جايين كنا بنلعب في مستويات اقل من كده، فكان الناس جايه رتمها بطيء ورتمها هادي وبالمستوى ده وكنا بنكسب، فكانت الدنيا واصله للعيبه ان هي دي المستويات في الكوره، او هو ده العادي في الكوره. لما جيت هنا لقيت الوضع لا، مختلف خالص، والمنافسه شرسه والناس بتنزل بتلعب كانها بتلعب في كاس العالم. يعني في ماتشات هنا بضرب وتكسير وبتاع، والدنيا بتبقى عنيفه جدا جدا لان كل فرقه عايزه تكسب يعني. فاللي حصل ان كل ما بتلاقي منافسه عاليه، كل ما بتلاقي مستويات عاليه، فكل ما اللعيبه بتدوس على نفسها اكتر. يعني لما بيبقى عندك لعيب مستهتر او متراخي مش هيقدر يكمل معاك في الجروب هنا، فبتضطر ان انت هتستبدله او هو يشد نفسه. فاللي حصل ان الناس شدت نفسها، يعني اللي كان بيلعب بمجهود مثلا 20% 30% بقى بيديك دلوقتي 100% 120% 150%. ماتشات معينه مثلا زي ما كنا بنلعب الجونه في النهائي، الماتش خلص تقريبا 4-4، يعني ضرب نار. فاللعيبه مش طلعت 150، طلعت 200%. الناس عملت اللي عليها، استموتت في الماتش. فده اللي حصل، ان انت جاي من رتم قليل ورتم ضعيف لرتم اعلى، مستوى اعلى بكتير. فهو ده الفرق اللي حصل، وده اللي دخل انوبيس في المنافسه، ان هي بدات تحط نفسها في حته لازم اشد علشان اواكب الناس اللي موجوده هنا. والحمد لله اعتقد يعني عاملين نتائج كويسه وعاملين مستويات كويسه دي يعني. حقيقه جدا. طب سؤال لحضرتك معلش، اتفضل. كنت عايز اقول لك فرقه انوبيس، آه، او مع جروبات اللي هو عامه، الناس شايفه ان انا ايه بخلص شغل وباجي بفك عن نفسي او عن دماغي والكلام ده كله. حضرتك عملت حاله اللي هو لا، انا فرقتي بتتمرن شغاله وفي نفس الوقت انا عامل حصص تدريبيه، وده مخليني ان انا بنافس وبقيت منافس صعب. بالعكس بقى عملت بدل الفرقه فرقتين، والفرقتين بيوصلوا نهائيات، وفعلا لعبنا 3 نهائيات على التوالي. وكان قدام اتقل فرقه يعتبر كانت فرقه مستحوذه على دور المحترفين لمده موسمين، فرقه الجونه. حضرتك جيت في النهائي عملت خططي محترم، انك قدرت في طول الماتش كنت كسبان 2-0 لولا غلطات في اخر الماتش قدرت فريق الجونه يتعادل والماتش خلص ضربات جزاء. فهل حضرتك فعلا شايف او انت بتطبق ده فعلا؟ يعني انت بتطبق حته ان انا لا عامل تدريب وعامل حصص تدريبيه وعامل الكلام ده كله؟ بالظبط احنا عاملين الكلام ده، والناس بتيجي التدريب. لو تلاحظ كمان احنا في البطوله بتاعه الكاس احنا داخلين بفريق واحد، مش داخلين بالفريقين. اه. عملنا ميكس ما بين الفرقتين في بطوله الكاس للناس الملتزمه اللي بتيجي التمرين. الحمد لله احنا في مجموعه الموت، معانا بتروجيت ومعانا فالكونز ومعانا الاولمبي. المجموعه كلها 10 نقط، المجموعه كلها متساويه، المجموعه كلها قد بعض. بالناس اللي بتيجي التمرين قدروا يطبقوا، قدروا ينفذوا شويه حاجات. الخططي طبعا بنشتغل عليه، وكل حاجه بنشتغل عليها في التمرين. يعني الناس دي على قد كده، مش مجرد ان هي بتيجي تلعب ماتش وتمشي وخلاص. مش يعني زي ما بنقول كده، مش متجمعين من على القهوه جايين نلعب، لا. ده في تمرينتين، تمرين يوم السبت وتمرين يوم الاثنين، وبعد كده بنيجي ماتش يوم الاربع.
الناس كلها ملتزمه على الكلام ده. اعتقد برضو ده مساعدنا كتير في الملعب، في الوقفه، في النظام بتاعنا، في الطريقه اللي بنلعب بيها، في اسلوب اللعب، الكلام ده كله. طب عايز أقول حاجة، عايز أقول لك إن أنا طبعا مبسوط جدا، وإحنا مبسوطين إنك عملت خطوة، حضرتك شاركت الجمهورية بيه في فرقة، وما بالظبط. شاء الله عامل نتائج عالية جدا جدا جدا. وده الحمد بعيد لله. عن الجروب أو بعيد عن الفرقة أصلا اللي حضرتك. اللي أنا عايز أتكلم فيه، هل أنت شايف إن الفرقة اللي أنت بتلعب بيها في البطولات، اللي هو مثلا بقالي حبة هو عامل لها خطة تمرين، أنت شايف إن أنا بعملهم كده لمستقبل معين ولا للحتة دي؟ بالظبط، هو احنا بنعمل ده المستقبل، يعني احنا عندنا فكره كده ان شاء الله. الانوبis هي بادئه كاكاديميه للكبار، فاحنا يعني كان الهدف عندنا، احنا بادئين كاكاديميه، يبقى عندنا فريق رديف، يعني فريق شباب، وعندنا فريق اول، على اساس ان احنا كنا ناويين ان شاء الله خلال 5 سنين او 6 سنين انوبis تتحول من اكاديميه لنادي، وناويين نمشي في الخطوات دي باذن الله، كتجربه شبيهه لتجربه برنتفورد الانجليزي. برنتفورد لما بداوا كانت البدايه بتاعتهم بيحاولوا ينافسوا الانديه بتاعت لندن في انجلترا، مش عارفين، مش قادرين ياخدوا منهم المواهب. انا لو لعيب موهوب اروح ارسنال ولا برنتفورد، اروح توتنهام ولا برنتفورد، وهكذا، يعني منافسه شرسه جدا. لغوا البراعم ولغوا الناشئين، سابوا فريق اول وفريق رديف شباب، وبقوا يستهدفوا لعيبه معينه ومركزين مع الفرقتين دول، ومشيوا بسيستم. طلعوا بقى من الدرجات اللي تحت ودرجات الهواه لبدايه درجات المحترفين، الى لحد ما وصلوا للدوري الممتاز، ومحققين نتائج برضو كويسه وماشيين كويس. بقت فريق وليه قاعده جماهيريه والكلام ده. فهي الفكره موجوده في دماغنا، يعني موضوع ان احنا نتحول لنادي. طبعا الموضوع صعب، مش سهل، ومش مجرد كلام يعني بيتقال. لكن هي خطوات، وبداية الموضوع هي بان احنا بقى عندنا فريقين. احنا بادئين كنا فريق واحد، دلوقتي فريقين. شوية شوية هنبدأ نزود كمان، احنا السن الصغير برضو